كده احنا خلصنا خلاص خطوتين. اول خطوه ان احنا ظبطنا الاضاءه وظبطنا الساتوريشن بتاع الصوره، وتاني خطوه ان احنا عملنا النويز ريدكشن بتاع الصوره وظبطنا الشرب. نروح بقى لتالت خطوه واللي هي الفارقه جدا وانا عارف ان انت مستنيها، خطوه التلوين. انا يا هشام ببقى واقف قدام الصوره مش عارف هلون الصوره بناء على ايه، يعني انا هعمل ايه في الصوره، ايه القايمه اللي اشتغل بيها في اللايت روم هتديني الوان حلوه. بص بقى، قبل ما ادخل على الشرح ونبدا ان احنا نشتغل على قائمه التلوين، تعال ناخد حاجه نظري كده هفهمك احنا اصلا بنلون الصوره ازاي. بص بقى، هتفتح جوجل وتكتب في السيرش ادوبي كولر، تمام كده. هتدخل على اول واحده. انا هنا رايح اشرح لك القواعد اللي تبدا ان انت تذاكرها وتفهمها، وبناء عليها هتعرف تختار الوان الصوره بتاعتك. ده موقع ادوبي عاملاه اسمه ادوبي كولر ويل. ده هنا بتعمل ايه؟ هي مدياك قواعد. القواعد دي هم عملوها ليه او هم اخترعوها ازاي؟ دي قواعد عملوا دراسات، قال لك مثلا اللون ده لما بيجي مع اللون ده اللي بيتفرج على الصوره بيرتاح نفسيا. طبعا هم الحاجات دي طلعوها من حاجات ربنا خلقها في الطبيعه، من الشجر، من البغبغان، من الجبال. طلعوا عملوا دراسات شافوا الالوان دي ازاي بتاثر على نفسيه البني ادم. فقال لك والله اللون ده لما بيجي مع اللون ده واللون ده لما بيجي مع اللون ده، الشخص مثلا بيبقى ايه؟ بيبقى مرتاح للالوان دي جنب بعضها. فلما بتذاكر انت القواعد دي تبدا ان انت تحط الوان في الصوره اللي بيتفرج على الصوره بتاعتك مبسوط مرتاح. طيب، اهم القواعد اللي معظم الناس بيشتغلوا بيها واللي هي فعلا بتبقى فارقه في الصوره، قاعده اسمها كومبلمنتري. ايه قاعده كومبلمنتري دي؟ لو بصيت كده على الالوان كده، ايه كده هنا بيقول لك ايه؟ ان الصوره بتاعتك فيها لونين بس، ادي لون وادي لون، لون وعكسه. يعني اي صوره او اي حاجه فيها لونين بس، لون وعكسه. يعني انا مثلا دلوقتي انا لابس تيشيرت ازرق، تمام كده، وورايا اهو لون جولد اللي هو ده كده، لون ازرق اهو واصفر. انا كده عامل ايه؟ انا كده بصور الفيديو بتاعي اهو، ده كده كومبلمنتري، صوره فيها لونين بس. حلو كده؟ حلو. طيب لو انا عايز اعمل قاعده تانية، في حاجه اسمها سبليت كومبلمنتري، يعني صوره فيها 3 الوان. طيب دلوقتي انا لابس قميص ازرق اهو، فبروح جاي رايح عند الازرق اهي. فانا دلوقتي انا بصور فيديو اهو وعايز ابدا اضيف الوان ورا في الفيديو، فانا مش عارف انا لابس ايه، لابس قميص ازرق. فانا رحت دخلت على الموقع ونشلت على لون القميص اللي انا لابسه، فقال لي لو انت عايز تضيف الوان انت محتاج تضيف لون اصفر وتضيف لون اورنج. بس كده؟ بس كده. فانت بتعمل ايه؟ هو بيقول لك ان الالوان دي لما تكون موجوده جنب بعض انت هتبدا تشوف الصوره بتاعتك عينك مرتاحه. فبالتالي انت ما بتختارش الالوان عشوائي اللي هو اللون ده جاي معايا فانا عايز الونه، لا، انا بختار بناء ان انا ايه؟ الناس دي عملت دراسات وتعبت عشان الالوان دي لما تترص جنب بعض انت تبقى قاعد مرتاح نفسيا. اي لون بقى، انت لابس مثلا تيشيرت اخضر، فتعالى نروح عند الاخضر اهو، يقول لك والله انت عشان تحط الوان ورا محتاج تبقى حاطط لون احمر ولون ايه؟ ولون بنفسجي. طيب القاعده الثالثه بقى اسمها دبل كومبلمنتري. هو هنا مش ضايفها في الويب سايت، هو هنا مسميها دبل سبليت كومبلمنتري. هشرح لك الاول الدبل كومبلمنتري، بعد كده هقول لك الدبل سبليت. الدبل كومبلمنتري هما الاربع الوان دول، كل لون والمقابل ليه. يعني الاورنج قدامه ازرق، اللون البنفسجي ده مثلا قدامه اخضر. يعني انت معاك صوره او معاك فيديو فيه 4 الوان، كل لون وعكسه، شبه الدبل كومبلمنتري كده بس حطينا لونين زياده. فالدبل سبليت كومبلمنتري هنا بيبقى عندك ايه؟ يقول لك لا، انا دلوقتي مثلا اهو الماستر بتاعي اللي هو انا اللي هو المين في الصوره، انا لابس قميص ازرق، تمام كده، وعايز اضيف جوه الفيديو بتاعي 4 الوان. فبيقول لي بقى اضيف بنفسجي وضيف اخضر مصفر وضيف اخضر وضيف احمر. فهي الفكره في الدبل سبليت كومبلمنتري كده، بيكون في لون شاذ خالص ورص لي بقى ورا 4 الوان كل لون وعكسه. يبقى احنا كده اخدنا كومبلمنتري، اخدنا سبليت كومبلمنتري، اخدنا دبل سبليت كومبلمنتري، واخدنا دبل كومبلمنتري. اغلبيه الويدنج بيطلعش بره الكومبلمنتري والسبليت كومبلمنتري. بصوا كده بقى الصوره اللي معانا دي، هنا مين الماستر بتاعي؟ الكلاينت لونه ايه؟ لونه اورنج. طب يا هشام، وبالنسبه للبدله بتاعتهم الابيض والاسود الوان احاديه مش بتتحسب معانا. فانا دلوقتي عندي ايه؟ تعالى كده نحلل الصوره. طيب معايا سكين تون اورنج، حلو كده، وعندي هنا شجر اخضر، وعندي هنا مرجيحه لونها ايه؟ لونها اورنج برضو. عندي حاجه تاني؟ لا، عندي هنا ورا برضو في ايه؟ في ازرقات اهو اللي هي السما الزرقاء دي. فانا هعمل ايه؟ خلاص، طب انا دلوقتي قدامي سكين تون اورنج اللي هو البطل بتاعي. في نقطه مهمه كده عايز برضو ايه اوضحها لك، بتبقى سيمبل كلر جريدنج من غير ما تحسب لها وتفكر لها. العجله دايما، شايف العجله دي كده؟ انا هجيب لك الكومبلمنتري احسن، هقسمها كده نصين. النص اليمين ده اسمه نص الوان حاره، النص الشمال ده اسمه نص الوان بارده. العين دايما بتقع على نص الالوان الحاره،
فعود نفسك دايما خليه هو اللي قدام. يعني ده بيكون ايه؟ بيكون شكله شاذ اكتر. فانا هنا مثلا عندي السكين تون اورنج، دايما اغلبيه الويدنج خلاص سكين تون اورنج. طب انا هحط ورا ايه؟ لو رحنا كده فتحنا السبليت كومبلمنتري، انا عندي سكين تون اورنج اهو، دي كده السكين تون بتاعت الكلاينت بتاعتي. فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا باشا لازم عشان خاطر الصوره تبقى قاعده يبقى الشجر ده اخضر وفيه لون ازرق. حلو جدا. طيب انا هنا عندي ورا ايه؟ ورا اخضر مصفر اهو، تمام؟ يعني هو الاخضر اللي انا عايزه اللي هو ده اهو. وعايز ايه لون تاني؟ وعايز لون ازرق. طب هفتح اللون الازرق موجود اهو. يبقى كده الصوره ايه؟ الصوره هي مجرد ما عملت لها بيزك معمول لها حاجه اسمها سبليت كومبلمنتري. ليه بقى؟ لان دي اصلا الوان الطبيعه اللي ربنا خلقها. في حاله بقى ان انا مثلا لا، انا اقول لها انا في لون مفتقده. يعني انا مثلا لو انا كنت مفتقد اللون الازرق ده هبدا ان انا كريته واضيفه. طب انا مثلا في حاله ان انا الشجر ده كان مصفر عندي كده اهو بالشكل ده، كده هينفع؟ مش هينفع. يبقى انا كده فهمت ايه؟ ان في حاله مثلا انت بتصور في مكان والسكين تون اورنج ولقيت ان الدنيا ورا اورنجات، لا كده في حاجه غلط. انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج انزل. دي قائمه ال HSL color، دي القائمه اللي انا ببدا ان انا خلاص انا فهمت القاعده اللي انا عايز امشي عليها، ودي الصوره اللي قدامي بشوف ايه اللون اللي فيه مشكله وعايز يبدا يتعالج. عندي خانه اسمها هيو، وخانه اسمها ساتوريشن، وخانه اسمها لوميننس. الهيو ده اللي ببدا ان انا امسك اللون امشي على العجله فيه. اللون ده ايه؟ لون اخضر. طب انا مش عايزه اخضر، عايزه اصفر يا هشام. امسك اللون الاصفر والاخضر اللي هم اللونين اللي متكونين من اللون الاخضر المصفر ده، وتحرك بيه يمين شمال كده. بص اهو بيعمل ايه؟ بيحرك معاك الصوره اهو. فانت تيجي تقول لي يا هشام طب ما انا كده هو عامل كومبلمنتري، اورنج اهو واخضر اهو. بص بقى معلش استحملني شويه عشان الموضوع ده مهم قوي، ويعتبر هو يعني سر، يعني اهم سر من اسرار الكورس، موضوع التلوين ده. فهرغي معاك فيه شويه. دلوقتي في قواعد عملوها عشان التلوين، حلو حلو. طيب بس في حاجه اسمها المود العام بتاع الصوره بيقول لي ايه. يعني انا مثلا في صور ممكن ان انا اعمل فيها لون اخضر مزرق، ده كده لون اخضر مزرق، بس هنا الشمس ضاربه ورا في الباك جراوند. منين ان انا عامل لون اخضر مزرق اللي هما بيقولوا عليه في المجال عندنا ده كده لون شتوي، تمام؟ ومنين ان في شمس ضاربه ورا؟ فلازم يعمل ايه؟ انا بعمل القاعده بس بحترم المود العام بتاع الصوره. دي نقطه. النقطه الثانيه، وانا برضو بعمل القاعده بتاعتي في استثناءات. يعني مثلا في حد مثلا ممكن يبقى هي لابسه دريس لونه ازرق، فانا خلاص انا مش هينفع ان انا مثلا اعمل ايه؟ اعمل الاخضر مصفر، لا ده انا هعمل الاخضر مزرق. فبغير. يعني انا عندي الاخضر ده اخضر عادي صرف، واخضر مصفر، واخضر مزرق. انا بلعب في الثلاث حاجات دول كقاعده ثابته. انا قدامي اورنج وقدامي اخضر، حلو كده. بس ممكن الفرق اللي بيني وبينك واللي يخلي انا ذوقي احسن من ذوقك ان انا مثلا اخترت اخضر مصفر وانت اخترت اخضر مزرق، فشكل صورتي انا طالعه احلى من صورتك. انت فاهمني كده؟ فانت بتعمل ايه؟ خلاص انت فهمت القاعده ورحت لها وقربت للموضوع ان انت بقيت فاهم ان انت خلاص مطمن ان خلاص ورا في اخضر وقدام اورنج، وانت عارف الماستر بتاعك وعين اللي هيتفرج على الصوره رايحه فين. في حته بقى ايه بتبقى سنس ذوقيه بيني وبينك وبين اي حد تاني، ان انا بمسك اللون الاصفر ده واقعد اروح يمين شمال. طب انا عايزه اصفر كده، ما انا لو عملته اصفر كده انا خليت الدنيا كلها داخله في بعض. يعني المرجحه والشجر الاتنين بقى واحد، مش هينفع. انا دايما كهشام بحب اعمل دبس في الصوره، كل حاجه تاخد لونها، ده بيعمل معاك كواليتي في الاخر. فلا انا هكسر الدنيا ورا كده ايه، خليها اورنج مصفر زي ما كانت. مش هينفع تبقى اخضر كده، شكلها مش طبيعي. ان لازم تبقى الدنيا ايه، يعني الدنيا ورم وفي شمس ضاربه قوي، باين قوي ان الشمس ضاربه وده وقت غروب، فالدنيا بتبقى دافيه. فانا لا انا جاي رايح ايه سنه لمين كده، اللي هو لا كده ولا كده ولا خليتها في النص اهو. بينت برضو الاخضر شويه، تمام تمام. بعد كده اللون الازرق ده عايز اظهره لان ده لون مهم عندي عشان اكمل القاعده. انا جاي رايح على الساتوريشن. الساتوريشن ده اي لون موجود من الالوان دي اللي هو ريد، اورنج، يلو، جرين، اكوا، بلو، بيربل، ماجنتا. بزود الساتوريشن اللون بيبدا ان هو يحصل له تشبع عالي. فانا هاجي عند الازرق ده وازود الازرق كده، تمام تمام. عود نفسك بقى بالذات في الرو، الازرق دايما بيجي فيه سنه ماجنتا. تعال عند الهيو واكسره كده بسنه سيان كده بالشكل ده، بيكون شكله احلى في الصور. طيب السكين تون بتتكون في ال HSL color من لونين بس، الاورنج والاصفر دول. تعال نزوم ان كده. اي سكين تون فيها اورنج واصفر، بصوا كده اهو. السكين تون بتبدا تعمل ايه؟ يا اما لونها يزيد يا اما لونها ايه يقل معايا.
فازود الساتوريشن كده. يا هشام ازود لحد فين؟ بص بقى، الموضوع ده بيبقى نسبي. يعني مثلا انت ممكن تبقى انت بسبب التغذيه البصريه بتاعتك بتتفرج على صور ازيالك عينك، فانت يعني مش شايف ان اللون ده زياده. الموضوع ده بجد مهم جدا. عود نفسك قبل ما تعمل ايديت تبقى ريلاكس، اعصابك هاديه، متفرج على صور كويسه وحد مطلع الوان حلوه، فده كله انت بتعمل لنفسك تغذيه بصريه. فلما تيجي تختار الوان الصوره بتاعتك او تيجي تشتغل على الالوان بالذات، الموضوع ده حساس قوي. يعني انا ممكن ابقى انا عامل خطواتي صح واجي عند الاورنج كده اروح جاي مزود كده، وحد تاني زميلك هيعمل اورنج كده. شفتوا انتوا فرق الخمسة بلس اللي حصلوا دول؟ هيطلعوا سكين تون حلوه ويطلعوا سكين تون وحشه. ده بيرجع لايه؟ البني ادم ده بقاله طول اليوم قبل ما بيعمل ايديت للاوردر هو بيتفرج على مين، مغذى عينه ازاي. فالنقطه دي بجد حساسه جدا لو انت عايز تبقى شخص محترف تلوين. غذى عينك قبل ما تخش تشتغل على تلوين الصور.